تابعنا على امتداد الساعات الماضية بعض الجلسات التي حضرها رئيس الوزراء وأيضا عدد من الوزراء المصريين. هل هذه الفعاليات تعتبر بمثابة يعني تمهيد للانطلاق الرسمي للمنتدى، أم ماذا لديك من معلومات في هذا السياق؟ بالفعل أحمد، المؤتمر الذي تابعنا وقائعه ظهر اليوم والذي عقد بمشاركة السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومشاركة السيدة أنا كلاوديا روسباخ الوكيل الأمين العام للأمم المتحدة مديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبحضور أيضا وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان المصريين. هذا هو كان المؤتمر الافتتاحي لوسائل الإعلام للتعريف بأجندة هذا المنتدى الهام وأبرز النقاط والمحاور التي سوف تتركز فعاليات هذا المنتدى الذي يستمر من اليوم وحتى يوم الجمعة 8 من الشهر الجاري. الافتتاح الرسمي بعد قليل بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية التي يرحب خلالها بعدد كبير من الوزراء ويسبقهم أيضا عدد من رؤساء الدول المشاركين في هذه الفعاليات، بالإضافة أيضا إلى المستويات الأدنى وزراء وكبار المسؤولين وأيضا رجال القطاع الخاص ورجال المجتمع المدني والمتخصصين والأكاديميين وخبراء التخطيط العمراني والتنمية البشرية في أكثر من 170 دولة تشارك في هذه الفعاليات. من المنتظر أن يعقد هذا المنتدى أكثر من 600 فعالية ما بين جلسة عامة، جلسة متخصصة، ورشة عمل، ندوة، دائرة مستديرة وغيرها من هذه الفعاليات، بالإضافة أيضا إلى إقامة عدد من المعارض والأجنحة لعدد من الدول المشاركة تستعرض خلالها التجربة البشرية في العمران والتنمية والتحضر. هذا المنتدى يعقد للمرة الأولى في القارة الإفريقية وفي عاصمة للدول من دولة إفريقية هي القاهرة منذ 22 عاما، ما يؤشر على أهمية هذا الملتقى وأهمية اختيار القاهرة لتستضيف هذا المنتدى وفعالياته، بما يعكس ما حققته الدولة المصرية خلال ال10 سنوات الماضية فيما يتعلق بقطاع التنمية الحضرية والتنمية المستدامة، سواء على قطاع السكان أو على صعيد مواجهة التحديات الآنية من تغيرات مناخية، تحديات بيئية، تحديات اقتصادية وغيرها. هي بالفعل إشادة من المجتمع الدولي بأهمية القاهرة والدور الذي تلعبه في هذه المحاور، خاصة بعدما تحقق في الفترة الأخيرة كما أشرنا. الفعاليات سوف تمتد لمناقشة هذه التحديات وتطرح أيضا حلول لعدد كبير من المشاكل والتحديات التي تواجه العالم بشكل عام، تحديات اقتصادية، تحديات تتعلق بالتنمية المجتمعية والانتقال من الريف إلى الحضر، ولكن بشكل علمي، بشكل مخطط له. من العنوان الأبرز لهذا الملتقى نستشف اتجاهات ومحاور عمل هذا الملتقى على مدار ال5 أيام القادمة. هو يتحدث عن كل شيء يبدأ محليا معا للعمل من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. هذا العنوان الأبرز تدور من تحته كما ذكرت أحمد عدد كبير من الفعاليات والمحاور تمتد من التنمية الاقتصادية، التنمية البشرية، مواجهة المشاكل والأزمات المختلفة، المشاكل السكانية، الصحية، الحضرية وغيرها من هذه الفعاليات. لكن علاء، إذا كان لي أن أثور بعض الأفكار معك وأنت تتابع طبعا فعاليات هذا المنتدى وترصد كل تفاصيله بدقة كما أشرت في هذه المداخلة، لمن لم يتابع الجلسات التمهيدية والجلسات الإعلامية كما وصفتها منذ قليل، ما هي أهم النقاط التي أثيرت أو التي جاءت على لسان رئيس الوزراء في هذه الجلسات؟ أهم المحاور هو التركيز على أن هذا المنتدى يعد منصة هامة لتبادل الخبرات، لتبادل وجهات النظر، لإشراك المجتمع المدني ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص في التنمية العمرانية والبشرية بشكل عام، ودمج خطط التنمية في الدول المشاركة. نتحدث عن رؤى تنموية مستدامة سواء لمصر الدولة المضيفة أو الدول المستضافة أو الدول التي تشارك. دمج هذه الرؤى
واستخلاص النتائج والدروس المستفادة وتبادل الخبرات وإشراك كما أشرنا هذه النقطة هامة، إشراك المجتمع المدني ومجتمع ريادة الأعمال والقطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة لرفع كاهل يعني رفع الأعباء عن كاهل الدول بشكل رسمي من خلال هذه المساهمات الثرية للمجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وريادة الأعمال. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية الاستفادة أيضا من الخبرات العالمية ومواثيق الأمم المتحدة في هذا الشأن. نتحدث عن التخطيط العمراني السليم، الانتقال إلى الحضر بشكل علمي، وأيضا التركيز على العواصم التي أصبحت تتكدس بملايين السكان، ما يلزمهم في هذه الأثناء خطة عمل للانتقال من التكدس إلى المدن الذكية، وأيضا الاستخدام التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الذكية وتسخيرها لمصلحة الانتقال من القرى والريف إلى الحضر، ودمج أيضا هذه الخطط سواء فيما يتعلق بخطط التنمية المستدامة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي بخطط التنمية العمرانية والتخطيط العمراني السليم طبقا لهذه المواثيق الأممية. وكما تابعنا تصريح مهم للسيدة أنا كلاوديا روسباخ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حينما صرحت بأن من المنتظر أن يخرج هذا المنتدى بثلاث وثائق هامة في هذا الصدد سوف تضم إلى الوثائق المعتمدة للأمم المتحدة لرسم خارطة طريق لكل الدول المشاركة والدول التي تريد أن تستفيد من هذه المنتديات وهذا المنتدى تحديدا لإقرار التنمية البشرية العمرانية والتخطيط العمراني العلمي في المرحلة المقبلة. نعم. عموما سنتابع بالتأكيد كل الفعاليات المرتبطة بالمنتدى، وسنتابع ما سيخرج به من توصيات أو وثائق على حد وصف المسؤولة الأممية.